يا جدعان مش عايز اشوفه يا جدعان، انا مش متحمس له، وبعدين انا ما بحبش افلام السباق. اقول لكم على حاجه، براد بيت اوفر ريتد. اوكي الفيلم فشيخ. Why are you here, Sonny? اهلا وسهلا بيكم في مراجعه جديده وكلام في الافلام، والنهارده هنتكلم عن فيلم فورمولا 1، الفيلم الجديد لبراد بيت. الفيلم بيتكلم عن سوني هيز المتسابق اللي كان عنده الموهبه والذكاء ان هو يبقى من اشهر المتسابقين في العالم، وممكن يكون اشهر متسابق في العالم، ولكن للاسف بتحصل له حادثه بتمنعه ان هو يشارك في البطولات الكبيره، فبيقرر ان هو يشارك في البطولات الغير رسميه لحد ما بتجيله فرصه من صديقه روبن ان هو يرجع يشارك في اهم سباق وهو فورمولا 1. فهل الفرصة دي جت له بعد فوات الأوان ولا لأ؟ ده اللي هنعرفه من خلال المغامرة. طيب نتكلم في الإيجابيات. أنا ما بحبش أفلام السباق لنفس السبب اللي ما بحبش عشانه أفلام الطيارات، لأني ما بحبش أبقى شايف من خلال الخوذة وأبقى شايف العربية شايفاها وأبقى شايف الطيارة شايفاها، والكلام ده بيوترني جدا وما بحبوش. ولكن المرة دي الوضع مختلف، لأنك ما بتشوفش من خلال العربية أو من خلال الخوذة غير وقت قصير جدا. الوقت ده ما بيأثرش على تركيزك، ما بيأثرش على إحساسك بالفيلم، ممكن كمان يضيف إيجابية إنك أنت حاسس إنك أنت في وسط المكان بجد بقى. بعيدا عن التكنيكاليتيز نخش في القصة ممتعة لأبعد الحدود، كل شخصية عندها خط بتمشي عليه، كل شخصية تصرفاتها منطقية، كل شخصية مرسومة كويس. مش كل شخصية تعمقنا فيها، ولكن على قد اللي يخلي السياق ممتع وعلى قد اللي يخليك عايز تشوف أكتر. لحد التسلسل الأخير في أحداث كتير قوي غير متوقعة، الأحداث مشوقة، الأحداث ما بتبقاش متوقع إيه اللي هيحصل. التسلسل الأخير متوقع شوية، ولكن إحنا في الأول وفي الآخر في فيلم أكشن، فيلم مغامرات، فيلم سباق، فيلم مش متوقع منه كتير، ومن الاول بيقول لك ايه اولوياته، واولوياته مش الكلام ده خالص. ودي حاجه ممكن تتاخد في السلبيات، ولكن هو في الاول وفي الاخر جاي يحكي قصه ايه؟ هو في الاول وفي الاخر جاي يحكي لك قصه مغامره، قصه سباق، قصه اكشن، وهو كان ممتع في الكلام ده 100%. نيجي للتمثيل. عندنا غافير باردام وعندنا براد بيت، الاتنين بقى اوسكارات رايحه واوسكارات جايه وبتاع وكلام نعناع وكل الكلام الجميل ده. هل عملوا اداء عالي؟ غافير باردام الحقيقه دوره حلو جدا، دوره ساطل، الدور مش محتاج قدرات تمثيليه كتير ولكن محتاج كاريزما، وغافير باردام عمله بطريقه حلوه جدا. البت اللي عامله دور كيت برضو ادائها حلو جدا، اللي هي شبه ريبيكا فيرجسون دي. الواد اللي عامل دور جوشوا حلو جدا جدا. عندك اخيرا براد بيت، وده محتاجين نتكلم عنه شويه. شخصية براد بيت شخصية مرسومة كويس أوي، من الشخصيات اللي أنا بحب أشوفها، اللي الكاتب حط لها لازمات، حط لها عادات شوية عرفنا اكتسبتها منين، وعادات تانية سابتك بالتساؤل بتاع هو اكتسب العادة دي ازاي، ودي حاجة إيجابية 100%. حاجات زي كروت الكوتشينة، حاجات زي الكارت اللي بيحطه في جيبه اللي ما بيشوفوش وفي الآخر شافه واحنا ما شفناهوش، حاجات زي الشراب الملون لون ولون، حاجات بتخليك عايز تعرف أكتر عن الشخصية دي وبتجذب انتباهك للشخصية دي، سواء الحاجات دي اتبررت أو لأ، وجزء من الحاجات دي اتبررت بأسلوب حلو جدا. حاجة تانية بقى، وده تفضيل شخصي، الفيلم ده مليان كوتس وانا بحب الحاجات دي قوي، اللي هو الحاجات اللي تحس ان الكاتب قاعد يكتبها فترة عشان تسمع، عشان يبقى ليها الاثر اللي بجد. يعني حتة زي do they have the car we have the driver. عايز ايه اكتر من كده؟ واختار ان اللي يقولها غفير بردام، عشان تقريبا هو وبراد بيت اعلى كاريزمتين في الحته دي. حته زي اما جوشوا كان بتسال غفير بردام هي المباراه كده انتهت، فقال لها المباراه كده ما انتهتش، بس احنا ما فيش في ايدينا اي حاجه عشان نغير الاحداث. وده اوحش حاجه. الحوار ده باللي حصل بعده، نتيجه المباراه بعد كده، حاجه مبدعه لاقصى حد بالنسبه لي. انا بحب الحاجات دي كتابيا جدا. حاجات زي ان براد بيت لما بيتسأل دايما على فكرة الفلوس في الفيلم بيقول لك it's not about money، فالتاني يجي يسأله امال about ايه؟ يعني امال انت بتعمل كل ده عشان ايه؟ فهو بيسكت بيبتسم بس. دي من اكتر الحاجات اللي انا شايفها معبرة جدا. اصلا انا هقول لك على ايه، يعني عشان الشغف، عشان انا بحب اعمل كده، عشان يعني مش ممتع يا صاحبي. هقول لك ايه؟ مش ممتع. خلاص هبتسم واسيبك وامشي، مش عشان الفلوس وخلاص يا سيدي سيبني في حالي. واللي ادى الفكره بتاعت الشغف ولا الفلوس ولا كل الكلام ده قيمه اكتر، ان شخصيه براد بيت مكتوبه اساسا ان ده شخص 99% من مواقفه ما بيدافعش عن نفسه. يعني ده شخص لو قلت له انت ما انت وحش هيقول لك ايوه يا سيدي ادي امضتي، فاهم؟ فاللي هو ما عندوش اي استعداد ان هو يدافع عن نفسه، وما عندوش اي استعداد ان هو يثبت وجهة نظره، هو حاجة عايز يعملها بيعملها وخلاص. فده ادى الفكرة قيمة اكتر. فالموضوع ممتع جدا، وبالنسبة لأي حد عنده شغف ده رسالة حب في الفيلم يعني.
الاول في الاخر من اكتر الحاجات اللي تخليك مستمتع بالفيلم وتخليك حبه ان ده بيتكلم عن حد عنده شغف لحاجة وسنه كبر وعنده 100,000 عذر وعذر ان هو ما يكملش في الحاجات اللي هو بيحبها، ولكن هو بيقرر يكمل فيها 100%. فدي حاجة تخليك تحب الموضوع ده اكتر، تخليك تتعاطف مع الشخصية، تخليك عايز تشوف اكتر منها، وفي الاول في الاخر تخليك مبسوط. طيب بعيدا عن التطبيل والايجابيات والكلام ده، تعالوا نخش في السلبيات او السلبية الوحيدة في وجهة نظري وتعالوا نشوف. اعمل لايك بقى ولا اي حاجه، ايجابيات وعمال رشقتكوا ايجابيات، عايز ايه تاني؟ لايك. بالنسبه لي اكتر سلبيه في الفيلم هي السلبيه اللي عندي على 90% من الافلام، انك انت تبني خط درامي حلو جدا ومع ذلك ما تقعدش تتعمق فيه عشان انت عايز تعمل فيلم مغامره لطيف ممتع وكل الكلام ده بس كده. فالكلام ده اما بتبقى باني قاعده دراميه تقيله في الفيلم ده بيخليني احس اللي هو طب ما حرام يا جدعان الكلام ده يترمي. يعني انت بنيت قاعده دراميه كبيره جدا وحلوه جدا وممتعه وتخليني عايز اشوفها اكتر وتخليني كمان اعيط في الفيلم ده لو نهيتها نهايه استثنائيه، وما عملتش اي حاجه من الحاجات دي. طب ما حرام الكلام ده يترمي يا شباب. فدي مشكلتي الاساسيه مع الفيلم. المزيكا هانز زيمر وكده بس يعني ايه ما حسيتش بيها، حسيتها عاديه الصراحه، فمع احترامي للاستاذ هانز بس عادي يعني. دي السلبيات بالنسبه لي. الفيلم كان ممتع جدا بالنسبه لي رغم ان انا ما بحبش افلام السباق، فانصحك جدا تشوفه. وفي الاول في الاخر هو فيلم طويل 2.5 ساعات ولا حاجه، ومع ذلك مش هتحس بسنه ملل. والفيلم هو ما فرضش على نفسه حاجات كتير قوي بالنسبه لفيلم مغامره اكشن، فما تتوقعش كتير في الجانب الدرامي، ولكن الفيلم فيه جانب درامي حلو جدا. بس كده، لو عجبك الكلام ما تنساش تدوس لايك، اكتب لنا رايك في الفيلم في الكومنتات، قول لنا هل براد بيت اوفر ريتد ولا لا، ودوس سبسكرايب عشان تشوف اكتر، وفر في الحلقات يمكن حاجه تعجبك. سلام.